ايه ده؟ هو في ايه؟ هي مالها ماما ماشيه مش على بعضها كده ليه؟ لا وكمان معاها مفتاح الشقه. مش عارفه ازاي هي جابت مفتاح شقتي منين. واحمد جوزي كمان جوه. لا في حاجه غلط، انا لازم اعرف في ايه. يا احمد. احمد، انا هنا يا حماتي، تعالى اهو. انت فين يا ابني؟ ايه ده؟ نهار اسود. ماما وجوزي. لا لا، كده في مصيبه. يا رب. اهدى بقى يا احمد، اهدى ما توترنيش والنبي. مش عارف كان مستخبي لي فين كل ده، بس يا رب. خلاص كل ده بتاع ربنا، قدر الله ما شاء فعل. امسك، خلي دول معاك. تمام. وده منوم، خد امسك المنوم ده، وفي الاكل تحطه لها، واول ما تنام ترن عليا على طول. ايه؟ ماشي. نيموني؟ نهار اسود. يلا انا هقوم امشي انا، وزي ما قلت لك لما تنام كلمني. ماشي. يلا سلام سلام، انا همشي قبل ما تيجي. بقى كده ماشي يا ماما. وانا اقول انت ليه متغيره ودايما تصرفاتك غريبه معايا. حتى احمد جوزي بقى تصرفاته غريبه قوي، ما بقاش زي الاول. لا بس انا لازم برضو افضل وراهم للاخر واشوف اخرتها ايه معاهم. ماشي ماشي يا ماما. يا احمد، ايه ده؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ احمد. ايوه شيماء، انت جيتي؟ اه يا حبيبي لسه جاي دلوقتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. تعالى اقعد افتح. ايه انت جاي من امتى كده؟ لا ده انا هنا من بدري. من بدري؟ امال ما كلمتنيش ليه؟ عادي، انا قلت هسيبك تخلصي براحتك يعني، اصل انا جيت نمت. هو نمت. كان في حد هنا يا احمد؟ حد مين؟ لا ما فيش يعني حد. ماما ما جاتش هنا؟ امك؟ اه. لا ما جاتش، وبعدين ما هي لو جت كان كلمتك او انا كنت كلمتك يعني. ماشي يا احمد. بقول لك ايه، هو انت انا في حاجه مضايقاك من تصرفاتي، من اي حاجه زعلان مني في حاجه؟ لا طبعا يا حبيبتي، وانت بتعملي حاجه اصلا ولا بتزعليني؟ مفيش اي طيب حاجه. انت ما فيش حاجه مخبيه عليا؟ لا مفيش، انت عارفه ان انا ماليش غيرك وبحكي لك كل حاجه. ماشي يا احمد ماشي. مالك انت كويسه؟ اه لا انا كويسه جدا، ما فيش اي حاجه، بس ارهاق بس من بره. طيب لو كده خش ارتاحي انت شويه، ولا اقول لك استني قبل ما تدخلي اقوم اعمل لك حاجه تشربيها. ماشي. ولا اجيب لك شويه ميه؟ يا ريت ميه. ماشي. عينيا حاضر. ماشي يا احمد، ما اشوف اخرتها معاك. هي قلبها حاسس بحاجه ولا ايه؟ معلش بقى يا شيماء، مضطر اخبي عليكي. كده كده يا احمد؟ يعني انت فعلا عايز تخلص عليا؟ وايه اللي بيحطه ده؟ اخرتها يا احمد. ماشي. خدي يا حبيبتي الميه اهي. ماشي يا حبيبي تسلم. ماشي، عايز حاجه تاني اعملها لك؟ اه يا ريت. معلش هات التليفون بتاعي بس من جوه، انا نسيته بس وما خدتوش معايا. ايه ده، هو ما كانش معاكي؟ لا 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 ما خدتهوش. طيب حاضر، ثانيه واحده. ماشي يا حبيبي. شيماء ايه ده؟ انت لحقت نمتي؟ وكنت عطشانه قوي كده؟ وبعدين ايه المنوم السريع ده؟ بس يلا هو ده المطلوب، الحق بقى ارن على حماتي عشان تيجي. الو يا حماتي، بقول لك ايه، انا عملت كل اللي انت طلبتيه، وهي رجعت البيت اهي وشربت ونامت.
طب ماشي، يا ريت بسرعة بقى، في انتظارك. سلام. حلو أوي كده. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ احمد، الدهب اهو زي ما قلت لك. ماشي يا مدام وفاء. بالله عليك انا عايزه الفلوس في اسرع وقت حالا هبعتها لك على الحساب. طيب شكرا جدا لحضرتك. اتفضلي انت. السلام عليكم. عليكم السلام. حلو قوي كده. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص كده يا دكتور، الفلوس جاهزه، وكمان بنتي خدت المنوم وجاهزه هي كمان. طيب كان في حاجه مدام وفاء، اتفضل حضرتك. يعني من الاحسن ان هي كانت تعمل هنا في المستشفى. لا يا دكتور ارجوك، احنا نعمل اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش عايزه بنتي تخوض التجربه دي وتيجي المستشفى وتحس الالم ده. مش عايزاها اصلا تعرف ان هي تعبانه. ارجوك يا دكتور. خلاص براحتك اللي انت شايفاه. ماشي تمام، اتفضل. يا رب، أنا كده حضرت الأوضة زي ما قالوا وعقمتها. يا رب عدها على خير. بقى كده يا احمد عايزين تخلصوا مني؟ طب انا عملت ايه؟ ولا عملت حاجه وحشه مع ماما قبل كده؟ ولا انت يا احمد؟ ده احنا 10 سنين. لا انا مش عارفه اعمل ايه بجد، ولا اتصرف اعمل ايه. الموضوع كده زاد عن حده. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا احمد. أيوة. احمد. أيوة حماتي. خلاص كله تمام. كله تمام. عملت اللي قلت لك عليه؟ عقمت الأوضة وجهزت كل حاجة. الحمد لله. وانت حماتي انا متشكر جدا على وقفتك معايا دي، والفلوس اللي خدتها منك ان شاء الله ربنا يقدرني، وبعد العمليه هردها لك كلها. هو ده وقت الكلام ده؟ هو انت بتتكلم عن واحده جارد دي بنتي؟ ما هو برضه اخلص. مهما كان دي حاجه تخصني اقول انا. لكم ايه؟ طب بس اخلص. طب يلا طيب عشان الوقت. ماشي ماشي، يلا يا حماتي. اتفضل. مع بعض كده. يلا يا حماتي، على مهلك على مهلك. اتفضل. يا نهار اسود. شيماء انت فوقتي؟ انت ليه عايزه تخلصي عليا؟ هو انت بتستهبل؟ انت مش قلت لك نيمها؟ والله يا حماتي حطيت زي ما انت ما قلت في الميه وشربت الميه كلها. عايزه تخلصي عليا وكمان جايبه دكتور علشان ياخد اعضائي؟ لا عملت معايا كده. انا عملت ايه؟ ده انا بنتك. انت ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ طب أنا- شيماء فاهمه غلط، انت ايه اللي بتقوليه ده؟ بس ما تتكلمش معايا خالص. يا أستاذ انا أنت خايفه فاهمة منكم، الموضوع مش عارفه غلط. اروح. اقعد انت ساكت خالص. انت ازاي اصلا تعمل حاجه زي كده؟ انا عايزه احبسك. انتوا اوعوا ما تلمسنيش. تحبسي ايه؟ لا بقول لكم ايه تلمسونيش. كده، لا الموضوع كده استوعبت. بعد اذنكم كده، بعد ما تدخلوا مش ايوه امشي اطلع بره. ماشي ماشي يا دكتور، هكلمك. اوعي ما شيماء انت تلمسنيش. فاهمه غلط، استني. فاهمه غلط على ايه؟ فكرة احنا لا عايزين نخلص منك ولا حاجة، بس كل الحوار لما كشفت اخر مرة قولي لها، عشان بجد انا مش قادر اتكلم. تعالي. ايه؟ تعالي. مش هتاذيني؟ لا انا امك. اقعدي. خير يا دكتور، بنتي عندها ايه؟ انا ما اقدرش اخبي عليك، هي عندها كانسر ومحتاجه استئصال. كانسر؟ وعلى فكره لازم نعمل عمليه في اقرب وقت. الورم كبير قوي كده؟ ايوه حالتها خطيره. طيب انا بنتي لو عرفت حاجه زي كده يستحيل هتوافق انها تدخل مستشفى. دي بتخاف حتى من الابره. ازاي؟ ما باليد حيله، ما لازم تعمل فعلا عمليه. طيب هي ينفع تعمل العمليه من غير ما نقول لها؟ ازاي يعني؟ انا هقول لحضرتك، انا ممكن اعمل كل التجهيزات اللي ممكن تطلبها عندي في اوضه، واعقمها واعمل كل حاجه واديها منوم من غير ما هي تعرف، ولما تفوق بسلامه نبقى نعرفها كل حاجه. هو طبعا مش هتبقى احسن حاجه، بس انا هعمل كده عشان خاطرك يعني. كل الامكانيات اللي حضرتك ممكن تطلبها هوفرها. خلاص ماشي، لما انت تقدري توفري لها الامكانيات براحتك. طيب بالنسبه للتكاليف هتبقى قد ايه؟ هتبقى كتير يعني؟ طبعا هتتكلف كتير جدا. كل حاجه فداها، كل حاجه تحت رجليها، المهم انها تقوم بسلام. خلاص ظبطت الامور ورن عليا بس حاضر. في اقرب وقت. حاضر، انا هجهز كل شيء وهاجي لحضرتك نحدد الميعاد. ربنا يشفيها. اتفضلي. شكرا يا دكتور. ادخلي يا حبيبتي. ايه يا ماما طمنيني، هو الدكتور قالك ايه؟ ولا اي حاجه، شويه ضغط بس كده وشويه صداع. إيه ده هترتاحي وهتفوقي، متقلقيش. ماشي يا حبيبتي طمنتيني. اهم حاجه بس انك انت ترتاحي وتبقي كويسه وتاكلي كويس. اكيد طبعا. ماشي يا حبيبتي.
ارتاحي انتي ماشي يا قلبي وانا انتي. هعمل لك لقمه وهجيلك. ماشي يا ماشي؟ حبيبتي، تسلمي، ربنا يخليكي ليا يا رب. يعني ايه يا ماما؟ يعني انا عندي كانسر؟ شيماء عايزك بقى تهدي، احنا كل ده كنا خايفين عليكي عشان الله اعلم لو كنت عرفت في وقتها كان ايه اللي هيحصل، يعني والزعل كان وحش عليكي. يعني انا ظلمتكم وكنت فاكراكم ان انتوا عايزين تاذوني. مش مهم اي حاجه في الدنيا، المهم ان انت تكوني كويسه. حقك عليا يا ماما، حقك عليا يا احمد. مفيش حاجه مش وقت، المهم كده طالما انت عرفتي يبقى لازم نروح نعمل عمليه في المستشفى. ايوه يلا عشان يلا خاطري شيماء. ما تاثريش. يلا حاضر. يلا معايا. يلا قول تعالى.